ركزوا معايا جدا بقى في المشاكل اللي بتحصل للطيور ويكون سببها الكبد. نعرف ازاي واحنا ماسكين فرد الحمام او العصفورة في ايدينا انه بيعاني من مشاكل في الكبد. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده حلقتنا مفيدة وهتعجبكم كالعادة يعني مع الباشمهندس اسامة حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشتركي القناة الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم وتغمدكم الله عز وجل وإيانا برحمته وكرمه وفضله في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة بنرحب فيها بأبو إياد مرة تانية. ناس كتير سألتني عليك في الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا دول، والمتابعين والمشتركين كانوا عايزين يعرفوا ايه الظروف الخاصه اللي مخلياك اليومين دول ما كنتش بتظهر في الفيديوهات. ما تخبيش، قول الحقيقه، قول الحقيقه. هي وعكة بس صحية يعني يا جماعة يعني. ايوه كام يوم اللي فاتوا دلوقتي والحمد لله رب العالمين يعني. ايوه، بس ما كانش عنده كورونا يا اخوانا عشان يبقى عندكم علم. انا ما بقولش حاجه اهو، ربنا يشفيه ويعافيه من كل سوء يا رب العالمين. ان شاء الله عز وجل حلقتنا النهارده هنستكمل فيها الحلقه اللي فاتت. ازاي من ان انا امسك طائر في ايدي اعرف اذا كان في مشكله ولا لا. هنمسك طائر في ايدينا دلوقتي ونحاول نكمل بقيه الحاجات اللي ما قلناهاش الحلقه اللي فاتت. يعني انا لو مديت ايديا كده يا ابو اياد، جبت فرد حمام زي ده، او لو تخيلنا ان هو عصفوره اللي بيربوا العصافير. في الحلقه اللي فاتت قلت ازاي تعمل فحص شامل للطائر من اول الراس، العينين والمنقار والانف والحلق من جوه وانتهاء بالديل وفتحه المجمع. تعرف ازاي اذا كانت عنده امراض بكتيريه او فيروسيه او طفيليه او فطريه. لكن في حاجات بقى رفيعه عايزك تركز معايا فيها. تفتكر زي ايه؟ المعدة. المعده، الحوصله. بص بقى يا سيدي، المره اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا ان الامراض المعويه سواء بقى بتيجي من اول الفم من فوق لغايه الامعاء الغليظه تحت. الامراض المعويه دي في الاغلب بتبقى لا اما بكتيريه لا اما طفيليه لا اما فطريه. وقلنا ان الثلاثه علاجهم واحد، بس ازاي نفرق ما بينهم؟ لو تفتكر في الحلقه اللي فاتت قلت لك كوليستريديا، اسهال اصفر مع كمشان وخمول وهمدان وامتناع عن الاكل والشرب. زيها بالظبط بس بيبقى لون الاسهال اخضر او ابيض جيري، السالمونيلا. زيها بالظبط بيبقى الاسهال اخضر جامد، يعني احنا بنقول عليه اخضر زرعي مع ان الطائر بيعاني في التنفس، ديا ايكولاي. الميكوبلازما والكلاميديا الاسهال اخضر او بني او ابيض مع ظهور اعراض تنفسيه. نيجي بنتكلم بقى عن نقطتين رفيعين. النقطه الاولانيه، الواحد يمسك من دول الفرد الحمام يلاقي الحوصله بتاعته مليانه ميه، يشرب المسقه كلها وما ياكلش فمليانه ميه. يجي كده يدوس بالحوصله كده على الحوصله بالراحه يلاقي الميه بتنزل من بق الطائر سخنه ورائحتها كريهه. فاكر احنا قلنا دي ايه؟ دي بكتيريا محبة للماء. ايوه، دي نوع من انواع البكتيريا المحبه للميه، وزي ما هي بتبان لك ان هي صعبه قوي، علاجها في منتهى السهوله. 1 سم اندكلوست في المسقه مع 1 سم زيت زيتون في الفم مباشر مره يوميا لمده 5 ايام، وبعدها 4 ايام املاح معدنيه عشان تعوض الجفاف اللي حصل للطائر. في حاجه تانية ممكن تحصل، ممكن تلاقي الطائر واكل بس عنده عسر هضم ومش شارب ميه خالص. تعرف على طول في اللحظه دي ان هي نوع من انواع الاصابه ببكتيريا ايكولاي، خصوصا لو كان الاسهال اخضر زرعي. كل الحكايه اندكلوست بيطري او اي مضاد بكتيري معوي 1 سم على اللتر لمده 5 ايام. احيانا تلاقي عسر الهضم ده بس ما تلاقيش اسهالات شديده. تلاقي الطائر بياكل كويس وبيشرب كويس والزرق بتاعه طبيعي، بس في نسبه الراطي اللي هو اللون الابيض اللي بيبقى فوق الزرق بتاعه عاليه شويه وما بيهضمش. تعرف على طول ان في مشكله في الكليه، فلازم تدي ايه؟
غسول كلوي 1 سنتي على اللتر لمده 4 ايام زي الانسول فينيل بتاعنا. نخش بقى على ايه؟ خلصنا كده الجهاز الهضمي، تعال نخش تحت شويه على ايه؟ على الكبد. الكبد عضو مهم جدا من اعضاء اي كائن حي. الكبد زي ما يتخلص من السموم والمخزن الطبيعي بتاع الجسم اي كائن حي، وهو اللي بيصنع الدم والكلام اللي احنا حافظينه، الكبد بيأثر قوي على افراز الهرمونات في الجسم. واحد يهرش في دماغه كده ويقول لك يعني مش فاهم، وضح لي الصوره اكتر. يعني عندك نتايه ما بتبيضش وصحتها سليمه ومفيش اي اعراض مرضيه موجوده عليها، اعرف ان دون خلل في افراز هرمون التبويض. سببه مشكله فين؟ في الكبد. ذكر بيروق الحصى باستمرار، في خلل في عدد وزي ما بيقولوا كده قوه الحيوانات المنويه، وهو صحته سليمه وما فيهوش اي مشكله ولا اي حاجه، تعرف ان خلل في ايه؟ في الكبد او ذكر بارد. قيس على كده حاجات كتير جدا بتحصل عند الطائر. واحد يقول لك طيب انا اعرف منين اذا كان عنده مشكله في الكبد ولا لا؟ في حاجتين مميزين، هنشرح حاجه بسرعه والحاجه الثانيه هنقولها بالتفصيل. الحاجه اللي بسرعه ان انا امسك فرد الحمام كده، ارفع الديل بتاعه زي ما انت شايف، واحط ايدي من تحت عند فتحه المجمع، وانزل بايدي لغايه ما اوصل لعظمه الصدر اللي انا بخبط عليه. شوف فتحه المجمع فوق اهي وعظمه الصدر تحت. لو حطيت ايدي على عظمه الصدر كده لقيت في شيء بارز منها قد عقله الصباع او اكبر شويه، اعرف على طول ان في تضخم في الكبد وان في مشكله كبيره عند الطائر. طيب اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه ادي مضاد سموم ومنشط كبد ومجدد لخلايا الكبد يكون فيه الماده الفعاله سيليمارين مع احماض عضويه لمده 3 ايام، ما زودش. زي ايه؟ زي البايو جروب بتاعنا 1 سنتي بس على اللتر لمده 3 ايام. بعض المتابعين والمشتركين بيقولوا لي انت كل الادويه او المنتجات البيطريه اللي بتتكلم عليها سواء كانت مغذيات ولا ادويه ليه بتقول 1 سنتي بس على اللتر ونادرا ما بنسمعك تقول 2 سنتي؟ اقول لك ليه. انا من مصلحتي ان اقول لك حط 50 سنتي على اللتر علشان احقق مبيعات عاليه، لكن الفكره كلها ان المواد الفعاله بتاعت المنتجات بتاعتنا عاليه التركيز. فانا عارف لما بقول لك 1 سنتي على اللتر كفايه قوي. محدش يعمل ايه يا ابو اياد؟ محدش يحط النفحه، محدش يحط النفحه بتاعته ولا يحط كمان يجود. يقول لك ما هو قال 1 سنتي، ما احط 1 سنتي ونص او 2 سنتي. يعني زي ما بنقول الجرعه، نفذوا الجرعه زي ما هي، زي ما قال الباشمهندس. احنا من مصلحتنا ان احنا نقول لكم حط سنتيات كتير عشان احنا نعمل مبيعات، بس الفكره ان التركيزات عاليه، واحنا في الاصل زي ما قلنا لكم قبل كده ان احنا في الاصل غواه، فاحنا مدركين اللي احنا بنقوله تماما يعني. الله ينور عليك يا ابو اياد. يبقى الفكره من كده ان انا في حاله تضخم الكبد بحط بايو جرو 1 سنتي على اللتر لمده 3 ايام. التزم بالجرعه والمده، ما تزودش. طيب ايه السبب الثاني اللي يبين لنا ان الطائر عنده مشكله في الكبد؟ تلاقي الطائر بيتنفس من بقه وواقف خملان وديله مكسور. بس خلي بالك مش هي العرض الاساسي برضه، هقول لك ليه. لان الطائر لما بيتنفس من بقه وديله مكسور دي حاجه من 3، اما اصابه تنفسيه واما اصابه كبديه واما وجود طفيليات موجوده في الحوصله. طب نميز ما بين ال3 ازاي؟ لو لقيت الطائر بيتنفس من بقه وديله مكسور وفي مخاط موجود في الانف او الفم يبقى ده تنفسي على طول. لقيت الطائر بيتنفس من بقه ومفيش مخاط موجود في الانف او الفم وديله مكسور والحوصله بتاعته منفوخه شويه يبقى دي طفيليات. طب ايه علاقه الحوصله بالطفيليات بان تخليه يتنفس من بقه؟ بمنتهى البساطه الطفيليات لما بتنفخ الحوصله بتضغط على الحجاب الحاجز اللي بيفصل ما بين الحوصله وما بين الرئه، فبيرفع الرئه لفوق. فلما يرفع الرئه لفوق زي ما بيقولوا كده بيضغطها بيحجمها، فالطائر يا عيني غصب عنه بيعمل ايه؟
بيتنفس من بقه نتيجة الضغط اللي موجود على الرئة. يبقى لو لقينا الحوصلة منفوخة مع تنفس في البق وانكسار الديل يبقى دي ايه؟ طفيليات. في الاغلب الطفيليات بتبقى من عائلة الاميبا او البروتوزوا، يعني اذا كانت اميبا او بروتوزوا او كانكر تريكومونس اللي احنا بنقول عليه مرض الكانكر، علاجه ايه؟ اندكلوز لمدة 5 ايام ما تزودش، هتلاقي الكانكر راح، الاميبا راحت، اللي هو بيتنفس من بقه ده راح. طب ازاي بقى اميز الاصابة الكبدية وان هو بيتنفس من بقه؟ الاقيه بيتنفس من بقه مفيش انف ولا مفيش في مخاط في الانف او بلغم في الفم، ولا الحوصله طبيعيه، وهو بياكل ويشرب طبيعي ويتحرك طبيعي، وبعد ما يخلص اكله وشربه يجي يروح واقف على جنب فاتح بقه متنفس، والتنفس بقى بيبقى صعب قوي والديل مكسور. امد ايدي من تحت اعمل كده الاقي الكبد متضخم، يبقى دي اصابه ايه؟ اصابه كبديه. الكلام وضح في مساله الكبد، ووضحت الرؤيه بالنسبه للي كانوا بيشتكوا عن مشاكل الكبد. طيب اتجنب كل ده ازاي؟ على فكره ان شاء الله في الحلقه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده وليه حلقه ثالثه او جزء ثالث، لكن عشان ما نطولش عليكم نختم الحلقه. اتجنب ده كله ازاي؟ اتجنب ده كله بان انا انظف المكان على الاقل مره واحده في الاسبوع، اطهر المكان من 3 مرات، من مرتين ل3 مرات في الشهر، يعني مره كل 10 ايام او مره كل 15 يوم، والتزم بالجدول الوقائي الشتوي. ما تسرعش وادخل حمام على حمامي، ما تسرعش كده وابقى ماسك فرد حمام عيان بره واجي اروح داخل على طيوري ماسكها. ما تسرعش واكون في السوق ماشي بجزمتي كده واتفرجت على حمام، البكتيريا ممكن تتنقل عن طريق الملابس، عن طريق الهدوم، فنخلي بالنا من النقط دي يا اخوانا. اوعدكم الحلقه الجايه هتبقى برضو مشوقه ونكمل فيها الكلام ازاي تعرف ان فرد الحمام عيان او العصفور عيان وانت ماسكه في ايدك بتقلب فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا ونياتنا خالصة لوجهه الكريم. حبايبنا يا رب تكونوا استفدتوا، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، أشكركم جميعا كلكم على راسي. بس عايز أقول لكم نقطة، التشخيص الصح هو اللي بيريحنا في العلاج، وبقدر أعالج بيها فرد الحمام. بلاش من أول لما أشوف عرض معين في فرد الحمام أقول بس ده عنده كذا. التشخيص بيبقى دايما تدريجي، ببص على كل الاعراض اللي موجوده، مش معنى ان الزرع لونه مختلف يبقى ده عنده سالمونيلا او عنده كذا او عنده كذا. في اعراض تانية كتير بتبقى فرد الحمام لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها وشايفينها. ولو مش عارف تشخص، لما بتيجي تبعت لنا مثلا ما تبعتليش صوره الزرع، ابعت لي فيديو قصير لفرد الحمام عشان اقدر اشخص انا صح مع الزرع كمان. دمتم دائما وابدا بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.